كابتن صبري المناوي مرحب بيك في موقع الاسماعيلي اس سي، والف مبروك على النتيجه والاداء. كلمنا يا كابتن عن المباراه. ربنا يخليك يا سمير، انا همشي معاك والله الحمد لله بحمد ربنا. طبعا الماتش جميل، وهو كان فيه اصرار من اللعيبه، واحنا اتكلمنا ان بتروجيت هيجي النهارده يلعب عايز يعوض النتيجتين قبل كده، فكان فيه اصرار. وبعدين الحمد لله احنا اول مره نكون شبه مكتملين يعني ان شاء الله النهارده. لا ما شاء الله يعني. فالحمد لله. وبعدين نشوف النجم الجديد جون يعني جون انطوني او انطوني، المهم جون خلاص. لا ما شاء الله لعيب كويس وظهرت المواهب. وانا قلت كده الماتش اللي فات ان هو الماتش مش هيبان لما ينزل في وسط اللعيبه الكبار وينزل في وسط اللعيبه. يعتبر النهارده كابتن زي ما حضرتك قلت شبه متكاملين. مين اللي في التيم الاساسي اللي ناقص النهارده ما لعبش؟ احمد كمال ومحمد صبحي وجودوين لسه برضه مش جاهز. الحمد لله اللي موجود يعني. شفت عوضنا ما شاء الله كويس جدا، واحمد علي النهارده بسم الله ما شاء الله يعني هو قاعد لي الذاكره بتاعته يعني بتاعت زمان يعني. كابتن خط الظهر النهارده احنا اطمنا عليه، يعني كلمه كده في خط الظهر سامح. انا الحمد لله انا قلت للجماهير وقلت قبل كده يعني كل الناس متخوفه من ورا، كل يقول لي خايف ورا النهارده الحمد لله يعني. هم والماتش اللي فات والماتش بتاع الكهرباء وحتى الولاد الصغيرين كلهم كويسين الحمد لله. احنا يا كابتن كاننا بنلعب ماتشات في الدوري، كأن الدوري بدأ. حرس النهارده بتروجيت. الماتش الجاي مع مين يا كابتن؟ الماتش الجاي مع منتخب السويس يوم 3 ويوم الخميس مع المقاولين العرب ان شاء الله. هنا على ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا كابتن.